السلام عليكم حبايبي واخواتي، جبت لكم النهارده كده الحلو الجميل ده عشان لو كده ضيف جالنا على غفله ولا حاجه وما عندناش الا شويه جلاش، حاجه بسيطه نقدر نعمله. طعمه حلو جدا، شكله جميل جدا جدا، وطعمه مميز جدا عن اي جلاش. يلا بينا كده نعمله مع بعض باسرع واسهل طريقه. يعني لو ملكيش في الحلو، ما بتعرفيش تعملي او ما بيظبطش معاكي، هيظبط معاكي بجد بالطريقه الحلوه دي. اول حاجه كده هنعمل المهلبيه بتاعتنا. انا جبت الحله بتاعتي وحطيت كوبايتين من اللبن وحطيت كوبايه من السكر. انا استكفيت بالسكر كده عشان هيبقى طعمها حلو كده بالنسبه لي. لو بتحبي الحاجه مسكره شويه ممكن تزودي السكر، يعني نص كوبايه او على حسب رغبتك انت. انا حطيت السكر واللبن، وهحط كمان معلقه حلوه كده من النشا، معلقه حلوه قوي هرميه كفايه، او معلقتين ممسوحين يعني على حسب ما انت حابه. واقلب كل الكلام الجميل ده على البارد. بعد ما اقلبه كويس جدا هاخده بقى على نار هاديه كده، وافضل اقلب فيه لحد ما القوام بتاعه يتقل. هجيب بقى كده عندي يا دوبك 5 أو 6 ورقات من الجلاش كانوا فاضلين معايا، كانوا فاضلين عندي قصدي. يعني كنت عامله جلاش كده ودول كانوا فاضلين عندي، فقلت بقى اعمل بيهم ايه، دمت ما يعملوش صينيه، ولو حبيت اعملها صوابع ولا حاجه برضو مش هتكفي. فقلت خلاص اعملها كده اختراع جديد يبقى طعمه حلو، وكمان محدش يزهق من الجلاش، لان الجلاش ده ابسط حاجه حلوه ممكن ناكلها او نعملها في ثواني. جبت بقى الجلاش بتاعي من غير ولا فتحه ولا اي حاجه، انا جبتهم كده لفتهم كويس على بعض، يعني على حسب ما ايدي تعرف تمسكهم كده. وبالمقص بقى هفضل اقطع فيهم زي ما انتوا شايفين كده، هقطع صغير على قد ما اقدر، يعني على قد ما اقدر كده بالمقص هفضل اقطع فيه. المقص سهل عن السكينه طبعا. ولقيت الطاسه بتاعتي صغيره كده على كميه الجلاش بتاعي. طبعا انا هنا بعد ما قطعته فتحته زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى طاسه كبيره عشان اعرف اتحكم في الجلاش بتاعي. وهجيب بقى ايه، هجيب عليهم كده معلقه زبده او سمنه بلدي، او سمنه عاديه، يعني اللي موجوده عندكم. انا حبيت احط حته من الزبده عشان تديها طعم، تدي الجلاش كده طعم حلو كده. زودت قطعة الزبدة علشان طبعا كلنا عارفين ان الجلاش والكنافة بيحبوا جدا جدا المادة الدهنية. واحطه كده على البوتاجاز، وتكون النار عندي واطية، يعني اكني بحمر شعرية كده. فعايزة النار تبقى هادية خالص، ويكون اللون بتاعه موحد، يعني ما يكونش شوية محروقين او متحمرين قوي وشوية لا. هفضل بقى ايدي مش هتتشال خالص من الجلاش، هفضل اقلب كده شمال ويمين لحد ما يديني اللون اللي انا عايزاه. هو هيغيب شويه بس هيديني اللون الجميل اللي انا عايزاه. بصوا كده، كل ده والزبده لسه مسحتش معايا. بص اللون ده بدأ كده ان هو ياخد يا دوبك شويه، فانا برضو لسه بقلب فيه، عايزاه ياخد كل اللون الذهبي كده وياخدها كلها، يعني ما يبقاش شويه لونهم ابيض زي كده ولونهم حلو ومحروق. انا عايزه بص يبقى كله موحد معايا. انا هنا بوريكم كل خطوه بخطوه لان هو فعلا بيغيب شويه. بصوا هنا انا بدات بقى ان انا ايه، اوطي خالص العين عشان يعمل معايا اكتر، يحمر معايا اكتر، والفرافيت الصغيره اللي في الجلاش زي ما انتوا شايفينها ما تتحرقش معايا، عشان غصب عننا واحنا بنقلب في الحتت اللي هتنشف معايا او الصغيره، الفرافيت الصغيره خالص دي هتتحرق معانا. فنوطي النار ونبدا بقى نقلب تاني حاجه حاجه كده لحد ما يدينا اللون الحلو قوي اللي احنا نستكفى بيه. خلاص زي ما انتوا شايفين كده اداني اللون الحلو قوي ده، وخلاص طفيت عليه كده. وخدت بقى على الصينيه القوالب الصغيره، يعني قالب كبير او قوالب صغيره زي ما احنا عايزين، وابدا بقى افضي فيها نص كميه الجلاش. عايزه افضي فيها الجلاش كله مفيش مشكله، عايزه انت تفضوا نص كميه الجلاش ونحط البسبوسه في النص التاني زي ما انتوا حابين. انا هنا حطيت الجلاش بتاعي حطيت نصه، وطبعا بيكون النص اللي تحت اكتر شويه من النص اللي فوق. يعني لو زي ما بنعمل المكرونه كده بناخد نصها هنا، نصها في القاع بتاع الصينيه والنص التاني فوق الوش. فطبعا انا بعمل كده دايما، باخد الشويه او النص اللي بحطهم في القاع بتاع الصينيه بيبقى اكتر شويه من اللي بيتحط على الوش. انا كده مليت كل الفراغات بتاع الصينيه بتاعتي، وهبدا كده احط بقى ايه، اسويها كده، وابدا بقى احط المهلبيه بتاعتي.
بيديها طعم. بعد ما حطيته كده خدت معلقتين من الشربات ونزلت على الجلاش بتاعي، عشان انا نسيت فعلا ان انا احط الشربات على الجلاش. لازم بعد ما ينزل كده، بعد ما يتحمر كده وياخد اللون بتاعه الجميل، نحط معلقتين 3 عسل كده من الشربات بتاعنا اللي احنا بنعمله، الشربات او العسل اللي موجود عندنا. نحط معلقتين 3 كده على حسب الكميه بتاعه الجلاش عشان يبقى طعمه حلو كده ومسكر. ونزلت بقى عليها كده بالمهلبيه بتاعتي كده. انا حطيت طبقه الجلاش اللي دعكته كويس جدا، او يعني قلبته كويس جدا بالشربات. قمت نازله عليه على طول بالمهلبيه. انا عامله كميه مهلبيه صغيره يعني مش كتير. طبعا الكميات اللي انتوا حابينها اعملوها، كل واحد بيعمل على قده وعلى حسب افراد اسرته. هنزل بقى بالمهلبيه بتاعتي كلها واحاول اساوي سطح المهلبيه كلها كويس، علشان كده نيجي نقطع القطعه بتاعت الجلاش بتاعنا يبقى فيها كده الجلاش ويبقى فيها المهلبيه، وندوق كده الطعم الجميل يبقى كله كده مع بعض. هبدأ بقى بعد ما سويت المهلبية بتاعتي كلها على سطح الجلاش كويس جدا جدا، امسك بقى النص التاني بتاع الجلاش واحط عليه العسل بتاعي عشان ما اغلطش نفس الغلطة بتاعت التانية وانسى. هحط بقى معلقتين من العسل بتاعي واقلب بقى الجلاش بتاعي ده كويس جدا في العسل عشان يديله كده طعم حلو. الجلاش طبعا اساسه الشربات، وكمان احنا مش حاطين على الجلاش اي مواد، يعني مش حاطين ولا سكر ولا اي حاجه عشان ما يبقاش طعمه مش حلو لو ما تحطلوش الشربات بتاعه. وابدا بقى انا عندي هنا حاجه بسيطه خالص من الجلاش، هبدا اوزعها على سطح المهلبيه بتاعتي. يعني زي ما انتوا شايفين كده، على قد ما اقدر لازم اغطي وش المهلبيه بتاعتي بالبواقي بتاعت الجلاش دي. طعمها حلو جدا وجديدة وهتعجبكم لو زهقتوا من الجلاش او زهقتوا من الطريقة التقليدية بتاعته. طبعا الجلاش ممكن نعمل بيه كذا طريقة مش طريقة واحدة. انا بقى هنا بعد كده او بساوي السطح بتاع الصينية بتاعتي كلها، لازم اسويها كويس جدا كده، وعايزه بقى ازينها من فوق زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. بصوا طبقات من الجلاش كده، حاجه جميله، حاجه وهم بصراحه. طبعا الكميه دي بتاعتكم انتوا، يعني عايزين تزودوا، عايزين تنقصوا براحتكم، عايزين تعملوها في قالب كبير زي بتاعي كده ماشي، عايزين تعملوها في قوالب صغير يعني دي حاجه ترجع لكم انتوا. انا هنا بقى جبت شوكولاته، انا عندي الشوكولاته دي شوكولاته سما، باجي بقى بقطعها كده وبحطها في علبه زي ما انتوا شايفين بتحافظ لي عليها. يعني جبت كيس كده من بتاع التلاجة العادي، خدت منه قطعه كده او قطعتين على حسب الكميه اللي انا حابه احطها، ويا دوبك هحطه في حمام ميه كده من غير زيت ولا اي حاجه. ساح معايا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هقطع بس حته من الكيس من تحت كده عشان ما تضايقنيش وانا بشكل صينيه الجلاش بتاعتي. قطعتها كده وهقطعها بصوا فاتحه يعني صغيره خالص خالص خالص، وهبدا بقى اشكل بيها الجلاش بتاعي عشان يديني كده شكل حلو. مش بس طعم، وكمان الشوكولاته مع الجلاش مع المهلبيه بتدي طعم حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. وابدا بقى اجيبها كده واجيبها كده. طبعا التزيين ده بتاعكم انتوا على حسب ما انتوا تحبوا تزينوها زينوها، بس صدقوني الشوكولاته مع المهلبيه مع الجلاش مديها طعم حلو قوي. وبس كده، وبالهنا والشفا، وهتعجبكم جدا جدا وهتعجب اطفالكم. سلام عليكم حبايبي واخواتي، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. ما تنسونيش في الاشتراك في القناه، حاجه بتسعدني وبتفرحني.